مهتم بتحضير الايلتس او عندك تارجت سكور معين عايز توصل له، او عندك ديدلاين مثلا على بعثه او على سفر او على شغل او ايا يكن ومحتاج تحضر في وقت سريع جدا، النوتش هتوصلك لده عن طريق الايلتس بريبريشن كورس، واللي من خلاله هيتم تاهيلك ل 10 حاجات مختلفه. اول حاجه منهم مهارات اللغه الاربعه: قراءه، كتابه، سمع، ونطق. تاني حاجه استراتيجيه الامتحان نفسه، بتبدا تتدرب عليها وبتبدا تتعلم كل استراتيجيه للامتحان تقدر تتبعها علشان توصل لاعلى سكور في النهايه، فما تتوترش وتبقى عارف طريقه الامتحان عامله ازاي بالظبط. بتجرب مره واثنين وثلاثه، وفي كل مره بتاخد سكور معين علشان تقدر تسيستم نفسك على الاستراتيجي بتاعه الامتحان. ثالث حاجه الوقت وادارته. الوقت من اكتر المشاكل اللي بتواجه الناس وهي بتحضر ايلتس، تبقى عارف الاجابه كويس جدا وعارف هتعمل ايه بالظبط، ولكن تلاقي نفسك run out of time او الوقت خلص منك. فبالتالي بنأهلك ازاي تنظم وقتك بالظبط على كل جزء من اجزاء الامتحان من غير ما يبقى عندك مشكله خالص، وتلاقي نفسك بتجاوب بشكل فعال من غير ما يكون الوقت مشكله بالنسبه لك. رابع حاجه بنقوي المصطلحات بتاعتك والاكسبريشنز اللي ممكن تستخدمها بشكل عام في اللغه علشان تقدر تكتب بيها او تتكلم بيها وانت بتمتحن، فتنتقل من كونك بتستخدم مصطلحات سيمبل جدا لمصطلحات معقده اكتر تبين اللي قدامك ان انت فعلا فاهم وان انت بتستخدم اللغه بشكل فليكسبل اكتر من اي حد مبتدئ لسه. خامس حاجه هي الجرامر، تبدا تتدرب على الجرامر وتعالج كل المشاكل الموجوده عندك فيه علشان تخلي الاستراكشر او الهيكل بتاع الجمله بتاعتك مظبوط من غير اي مشاكل فيه، وده بيحسن من مهارات التواصل بالنسبه لك سواء في الرايتنج او في السبيكنج. سته بنشتغل معاك على الاكسنت بتاعتك وعلى النطق بشكل عام ومخارج حروف. سابع حاجه بنشتغل معاك على الثقه بالنفس عشان ما تتوترش في الامتحان، وعلشان تقدر ان انت توصل للي قدامك كل الانفورميشن اللي انت عايز تتكلم فيها او تعبر عنها سواء عن طريق السبيكنج او عن طريق الرايتنج من غير ما يكون عندك توتر او اي مشاكل ايا كانت ايه هي ليها علاقه بثقتك في نفسك. ثامن حاجه هي الديموز او الاختبارات التجريبيه اللي بتاخدها معانا طول فتره تدريبك علشان تقدر تقيم مستواك اول باول وتحسنك، ونقدر نحدد المهارات اللي انت محتاج تشتغل عليها بشكل مكثف اكتر، ونقدر نزود السكور بتاعك علشان السكور بتاعك اوفر اول يظبط بشكل عام. 9 تصحيح اخطائك، بنبدا نصلح لك اخطائك اول باول وبتاخد ريبورت كل سيشن بيعرفك ان السكور بتاعك اللي انت وصلت له كام وايه الاخطاء اللي احنا اشتغلنا عليها علشان تتحسن اول باول. اخر حاجه والعشره هي تطوير مهاراتك العامه والاكاديميه، لان دي من المهارات اللي بتستخدمها جدا وبتحتاجها جدا 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 في امتحان الايلتس. الكورس بيكون عباره عن 24 ساعه متقسمين 12 محاضره، كل 3 محاضرات منهم بنشتغل على مهاره مختلفه، بس خلي بالك لازم مستواك على معيار صفر العالمي يكون B2 على الاقل او اعلى من B2 كمان علشان تقدر ان انت تستفيد من الكورس بشكل كبير ونقدر نأهلك انك تجيب سكور ممتاز. لو عايز تعرف اي تفاصيل عن الكورس سيب لنا اسمك ورقمك في كومنت واكتب لنا كلمه ايلتس عشان نبعت لك كل التفاصيل. لو امتحنت ايلتس قبل كده اكتب لنا ايه اعلى سكور جبت.